هو ما ينفعش نقاطع من سكات؟ يعني ما ينفعش نعمل مقاطعة من سكات؟ يعني هو لازم ان انت تدخل تزايد، ولازم يبقى وجهة نظرك هي المتبعة، ولازم تفرض وجهة نظرك على كل اللي حواليك ان هم لازم يقاطعوا؟ لازم المقاطعة ولازم التشهير بالمقاطعة؟ يعني ما ينفعش تعملها في السر مثلا ويبقى جزاك عند ربنا؟ يعني ايه الفكرة في ان انت تقاطع ستار فوكس وكلاباتشينو وكلاشينكوف يعني انا عمري ما لبست من الاماكن دي اصلا. عمري ما جبت تيشيرت من الاماكن دي. فيعني هروح اقاطع ايه؟ انا مقاطعها اصلا. يعني انا معيش اصرف اصلا. انا يعني لو جبت الصبح سندوتشين فول بقعد طول الشهر استلف. وبعدين يجي واحد روش مثلا يقول لك اصل انا اتصلت بماك وخليت الدليفري وصل لحد البيت، وبعدين قلت له لا مش عايز. ايه ما انت خسرت واحد، يعني واحد مصري زيه زيك رحت مخسره اكل عيشه. يعني قاطع من سكات ومن غير استظراف ومن غير مزايدة على بقية الجيران والحبايب والاهل والاصدقاء حواليك. وبعدين عايز اعرف كل الكم ده مقاطع يا جماعه؟ خلاص يعني احنا بقينا نصحى الصبح بدل ما نشرب كوبايه اللبن او كوبايه شاي الخمسينه، بقينا نروح ستار فوكس وكلاباتشينو. مش فاهم يعني. انت لما يسمعوا ويشوفوا كل الكم ده هتلاقي بتوع الضرايب واقفين لك على البيت الصبح وانت نازل. يعني ما تعاملش مثلا العمال البسطة اللي شغالين في الاماكن دي ان هم مرتدين، او اللي عكسك في وجهة نظر المقاطعة ان هو مرتد. كل واحد ليه طريقته، وانت عايش وسط ثقافات وافكار مختلفة. وارد جدا ان هو يكون بيدعم بطريقة تانية، مثلا عن طريق المساعدات او الاعانات او غيره. كل ده في الاخر حسابه عند ربنا. هو بيقرر بقى مين كان بايده يساعد وما ساعدش، ومين كان بايده يقدم وما قدمش. ماك كان ليها 81 مليون متابع على البيج على الفيسبوك، دلوقتي بقت 82 مليون متابع. انتوا شهرتوا المنتجات دي. انتوا لما عملتوا كده روجتوا للمنتجات دي اكتر. ارجوك قاطع من سكات. الموضوع ابسط من كده. ما تسمموناش المقاطعة ارجوك.